السلام عليكم. معاكم محمود احمد في سلسله الدروس الخاصه بنا بلغه برمجه بايثون 3. ده الجزء الخاص بداتا ستراكشر. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الريكيرجن، طبقنا عليها بمثال بسيط هو الفاكتوريال. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الباينري سيرش. الباينري سيرش عباره عن الالجوريزم. كل فايدته ان انا لو عندي سيكونس او مجموعه كبيره من البيانات وانا عاوز ابحث فيهم عن حاجه معينه، فابدا استخدم الالجوريزم بتاع الباينري سيرش عشان اوصل للقيمه اللي انا عاوزها في اسرع وقت. تمام. باينري سيرش ليه شروط عشان يتنفذ. اول حاجه لازم أن يكون البيانات اللي عندي لازم أن تكون اندكسابل، لا اندكس، وتكون مرتبه. يعني مثلا لو جينا بصينا للصوره دي هنلاقي البيانات اللي عندي ده لا اندكس من اول 0 لحد 15، ولو جيت تبص كمان هتلاقي 2 4 5 7 ترتيب تصاعدي. ما ينفعش مثلا 33 دي الاقيها هنا بين ال7 وال8، هنا مش هعرف استخدم الباينري سيرش. فلو البيانات اللي عندي دي مش مرتبه او مش اندكسابل هبدا استخدم حاجه اسمها سيكونشال سيرش، هنتطرق لها بعدين ان شاء الله. كل فكرتها ان هي بتستخدم اللوب وتطبق كل قيمه بالتاني. تمام. باينري سيرش دي علشان خاطر تتنفذ عندي ليها 2 متغيرات لازم نكون عارفهم، حاجه اسمها اللو وحاجه اسمها الهاي. اللو لو بصينا طبقنا على الصوره بتاعتنا هي اول قيمه عندك في القيم اللي موجوده اللي هي الاثنين اللي هي دي، والقيمه الهاي هي ال37 اللي هي دي. اللو والهاي وابدا انا اقسمهم الاثنين، اجمعهم الاثنين واقسمهم على بعض، اجمعهم واقسمهم على 2 علشان اقدر اجيب الميد اللي هو المنتصف اللي عندي اللي هو ال 14 تقريبا. تمام. انا عندي هنا ده هنا اللو الاثنين، وال 37 دي هي الهاي، وال 14 هي الميد. ابدا انا اقارن القيمه اللي انا عاوزها. بفرض مثلا ان انا عاوز اجيب قيمه ال 22 اللي هي دي اللي هي الاندكس 10. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اول حاجه هبدا بالقيمه المبدئيه عندي اللي هي القيمه الديفولت اللي هي ال 14 اللي هي الميد المنتصف، وهبدا اقارن القيمه دي بالرقم اللي انا عاوزه اللي هو 22، واشوف عندي 3 حالات. اول حاله الرقم اللي عندي اللي انا محتاجه اللي هو ال 22 يكون قد القيمه اللي في الميد اللي في المنتصف، وطبعا دي مش متحققه هنا لان هنا ال 22 اندكس 10، لكن في الاندكس بتاعنا ال7 هتلاقي ال 14. يبقى ده اول حاله ان هما الاثنين يساووا بعض مش موجود. تاني حاله الرقم اللي انا عاوزه يكون اكبر من المنتصف، وده هي اللي حاصله هنا ال 22 اكبر من ال 14. تالت حاله عندي اللي هو الرقم اللي انا عاوزه يكون اقل من المنتصف، يكون الجهه دي اقل من ال 14، دي مش متحققه. طب اللي متحقق عندي زي ما قلنا ان ال 22 دي اكبر من ال 14. ايه اللي هيحصل؟ هبدا انا المتغيرات بتاعت الباينري سيرش هتبدا تتغير، بمعنى ال 14 دي هتبقى هي اللو، تبقى هي اقل قيمه عندي. ليه؟ لان طبعا الاندكس من اول 0 لحد 7 القيمه اللي انا عاوزها اللي هي ال 22 مش موجوده، فمش هعمل بحث فيهم. فابدا اخد اللو بتاعتي هتبقى ال 14 والهاي زي ما هي ال 37، وابدا اجيب الميد اللي هي ال 25. بقى عندي دلوقتي القيمه الميد بتاعتي اللي هي المنتصف هي ال 25، والقيمه الهاي زي ما هي ال 37، والقيمه اللو اللي هي ال 14. هبدا تاني اللي انا عملته الاول هبدا اعمله تاني. فهبدا اشوف انا عاوز ال 22 دي هي اكبر من الميد ولا اللي هو المنتصف اللي عندي ولا اقل منه. طبعا هي اقل منه لان ال 22 قبل ال 25. فهبدا انا يبقى اللو بتاعي زي ما هو 14، ولكن الهاي يبقى 25، والاربعه اندكس اللي في الاخر دول مش هعمل فيهم سيرش لانه طبعا القيمه مش فيهم. فيبقى الهاي عندي 25 واللو عندي ال 14، وابدا اكرر القيمه تانية لحد ما اوصل في الاخر ل 22. الباينري سيرش تعتبر من اسرع الطرق اللي انت ممكن تقدر تجيب فيها القيمه اللي انت عاوزها لو الاندكس بتاعك كبير. طبعا هنا 15 اندكس مش حاجه يعني كبيره قوي، حاجه بسيطه، لكن انت لو بتدور في كام الف اندكس الباينري سيرش هتبقى اسرع حاجه تجيب لك القيمه اللي انت عاوزها. خلينا نشوف ازاي بنعمل امبلمنت الباينري سيرش عندنا في البايثون. بفتح فايل جديد، فايل نيو. تمام. طبعا هنعرف ده اللي اسمها ديف باينري سيرش. باينري سيرش انت ممكن تعطلها البارامترز اللي انت عاوزها. انا لما باجي اعمل لها امبلمنت بعطلها اول حاجه الداتا، وده شيء اساسي اللي هي هتعمل فيهم سيرش، اللي هي الاندكس اللي كان عندنا. الداتا اللي هي كل القيم اللي انت شايفها دي، يبقى دي الداتا. تاني حاجه بتاخد مني
بتاخده اللي هي التارجت هو الرقم اللي انا عاوزه، اللي هو ال 22 في المثال بتاعنا. انا كنت بعمل سيرش على التارجت 22. تاخد مني اللي هو القيمه الاوليه اللي هي الاثنين، تاخد مني الهاي اللي هي اقصى قيمه عندي اللي هي 37. يبقى اللو والهاي. تمام. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه اعملها هعمل كونديشن اشوف عندي اللو، لو اللو اكبر من الهاي طبعا هيعمل ريتيرن فولس. تعال نشوف لو اللو دي اللي هي الاثنين الاندكس بتاعها اكبر من الاندكس بتاع الهاي طبعا ترو فولس، لان مفيش حاله كده. بعد كده هنعمل else. ركز بقى في الالس لان دي هي اللي فيها الشغل كله. اول حاجه عندي انا قلت لما باجي هنا بدور، اول حاجه بحددها هي اللو والهاي والمنتصف اللي هو الميد. فاول حاجه لازم ان انا اعملها في الكود بتاعي اجيب المنتصف. قلنا المنتصف بيساوي ان انا اجيب اللو زائد الهاي على 2 زائد الهاي، تمام، على 2. تمام. بعد كده هبدا انا اعمل كونديشن اشوف عندي الرقم اللي عند التارجت بتاعي ده اكبر من الميد اللي هو المنتصف ولا اقل منه. ابقى اف لو التارجت اللي عندي تارجت لسه ايه، لو التارجت اللي عندي ده يساوي الداتا بتاعتي اوف ميد اللي هو المنتصف، ايه اللي هيحصل؟ هعمل ريتيرن ترو. ريتيرن ترو ليه هنا؟ علشان خاطر دلوقتي لقيت القيمه اللي انا عاوزها. دي اول حاله انا قلتها، قلت لو انا جبت المنتصف 14 بفرض ان انا مثلا بعمل سيرش على رقم 14 وعاوز اشوفه موجود ولا لا، فهنا هيحدد اللو اللي هي الاثنين، وبعد كده هيحدد الهاي 37، واجي يجيب منهم الاثنين المنتصف يجمعهم الاثنين ويقسمهم على رقم 2 فيبدا يجيب منتصف 14. فيلاقي هو التارجت اللي انا عاوزه يرجع ترو لانه هو خلاص لقى القيمه اللي انا عاوزها، ما عادش هيعمل سيرش تاني. تمام. الاف لو هو مش كده هيبقى التارجت اللي عندي كمان حالتين. انا قلت هم 3 حالات. لو التارجت اللي عندي بقى، استنى لحظه انا نزلت سطر، الاف التارجت اللي عندي اقل من الداتا اوف ميد اللي هي المنتصف. قلنا قبل كده لو التارجت اللي عندي ده اقل من التارجت اللي عندي اللي هو ال 22 اقل من المنتصف، يعني لو هو هنا اقل من ال 14 هيبدا تبقى ال 14 دي هي الهاي بتاعتي ويعمل سيرش هنا. فهنعملها ازاي؟ هعمل ريتيرن. طبعا ما ننساش ان الدرس الرئيسي بتاعنا هو الريكيرجن، لسه ما شفناش دلوقتي في المثال بس هتظهر دلوقتي. هنعمل ريتيرن الباينري سيرش، باينري سيرش، غلط في السبيلنج، سيرش. البارامتر بتوعها هيبقى هما الداتا زي ما هي والتارجت طبعا زي ما هما، دول ثابتين في كل حاجه، ولكن هستخدم عندي اللو هنا والهاي هتتبدل، هتبقى الميد ناقص 1. ازاي؟ لو التارجت بتاعي اللي هو ال 22 ده كان مثلا 9، تمام، المنتصف فين؟ المنتصف ال 14، يعني التارجت بتاعي اللي هو 9 اقل من ال 14. قلنا وقتها ان هيبقى اللو بتاعي الاثنين وهيبقى الهاي بتاعي ال 14. الهاي هيجيب انا المنتصف ناقص 1، يبقى الهاي بتاعي اللي هو هيبدا هنا هيعمل ما بين الزيرو ما بين الاثنين وال 12، يبدا يضربهم على الرقم اللي انا عاوزه التارجت اللي هو ايه؟ ال9. تمام. يبقى ده هنا لسه الحاله الثالثه، ودي طبعا ان التارجت يكون اكبر من الداتا اوف ميد، اكبر من المنتصف اللي عندي، وده هعمل ريتيرن. قلنا ان عندنا الداتا والتارجت ثابتين، ولكن هيرجع هنا الميد، اللو بتاعتي هتبقى الميد زائد 1، وهنا الهاي زي ما هي. الميد زائد 1 ليه؟ قلنا لو انا التارجت بتاعي زي ما هي في الحاله بتاعتنا، لو هي ال 14 ده هو المنتصف بتاعي والتارجت 22، لما هو هيجي يشوف هيلاقي ان التارجت
ال 22 اكبر من المنتصف، فهيبقى هيبدا بقى بعد كده في اللوب اللي بعده يبدا يخلي ال 14 دي هي اللوب بتاعي، هي اللي انا هبدا منها. طب والهاي هي ال 37 زي ما هي، فال 14 اللي هو المنتصف بتاعي يبدا يعمل سيرش من اول الميد اللي هو 14 زائد 1 من اول ال 17، يبدا هو يشوف من اول ال 17 لحد ال 37. كده الكود بتاعنا اتعمل له امبلمنت. خلينا نسيفه على الديسكتوب ونسميه binary search.py. شو دي سيف هنا؟ ماشي سيف تمام. خلينا نعمل رن. تعالى بقى نجرب نشوف البرنامج بتاعنا هيشتغل ولا ايه النظام. binary search بياخد عندي 4 بارامتر. الاربعه اساسي لازم احنا نكتبهم. اول حاجه هي الداتا، وخد بالك من القوسين اللي بتحط فيهم الداتا بتاعته. خلونا نجرب على الاندكس اللي احنا قلنا ده ونشوف ال 22 هيجيبها ولا لا. خلونا نكتب هنا مجموعه الارقام دي. تمام 2 4 5 7 8 9 12 14 17 19 22 25 28 33 37. لاحظ ان هنا كل الارقام مترتبه ترتيب تصاعدي، عشان كده انا بستخدم باينري سيرش. تمام يبقى كده القيم اللي عندي باخد عند التارجت، وقلنا ان التارجت هو ده الرقم اللي انا بشوف هو موجود عندي في مجموعه القيم ده ولا لا. فهو مثلا ال 22 اللي احنا بنضرب عليه مثال من ساعتها، اللو بتاعي هو الاندكس رقم 0، والهاي بتاعي هو الاندكس رقم 15 اللي هو ده. الاندكس رقم 0 اللي هو الاثنين، والاندكس رقم 15 اللي هو 37 15. لو القيمه ال 22 موجوده هيرجع ترو، ولو القيمه 22 مش موجوده هيرجع فولس. وده اللي حصل ان هو هيرجع ترو لان ال 22 موجوده. خلونا كده نكتب نضغط انتر، وخلينا نغير ال 22 نخليها 13 لان ال 13 مش موجوده. شوف اللي هيحصل، هيرجع فولس لان ال 13 مش موجود. الصوره دي هتوضح المثال اللي احنا اتكلمنا عنه. ايه اللي حصل؟ عندي هنا اللو اللي هي الاثنين، وعندي الهاي اللي هي 37 زي ما احنا قلنا، والميد بتاعي اللي هو ال 14. انا ببحث عن التارجت بتاعي اللي هو 22، فيبدا هو هنا يشوف ال 22 دي اكبر من ال 14، يبدا يبقى اللو عندي الميد زائد 1، يعني ال 14 زائد 1 يبقى ال 17 دي بقت اللو، والهاي زي ما هي ال 37، ويبدا يجيب الميد يحسب الميد الجديد يطلع 25، فيبدا يشوف 22 اقل من 25، يبقى الهاي بتاعتي اللي هي الميد ناقص 1 يبقى ال 22. طب واللو بتاعتي زي ما هي ال 17، ويبدا يجيب المنتصف الميد، يبدا يجيب المنتصف بتاع اللي هو الميد 22، ويبدا بعد كده يقارن الميد مع القيمه بتاعتي يلاقي ان هي بتساوي الهاي، فيبقى هنا في القيمه 22 اللو بتساوي الميد بتساوي الهاي. ده كان رسم توضيحي للمثال بتاعنا اللي احنا شفناه من شويه اللي هو ده. درس النهارده خلص، اتمنى يكون واضح، اتمنى يكون مفهوم الريكيرجن اتفهم هنا. لو لاحظت ان احنا استخدمنا هنا الباينري سيرش ورجعنا هنا الداتا الميد ناقص 1، قالنا ان احنا نطبق مفهوم الريكيرجن هنا. انتظرونا ان شاء الله في الدروس الجايه، لسه برضه هنطبق كتير على الريكيرجن عشان المثال او الريكيرجن تتفهم اكتر. انتظرونا ان شاء الله في الدروس الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.